أول كتاب يتكلم ويتحدث ويوثق آثار القصيم آثار وحضارة في 3 مجلدات ما شاء الله. شوفوا 3 مجلدات مصورة وورق، شغل جبار ما شاء الله. الله أبو إبراهيم القهيدان، يا هلا. يا هلا وسهلا. ما شاء الله عليك أبو إبراهيم. يا هلا والله وسهلا. أبو إبراهيم نعم. جفر الحمد له شهرة عظيمة. الله جدا من تقريبا من 60 أو 70 سنة. الله صحيح. وش سبب الشهرة ذي؟ أولا جفر الحمد هذه الآن قدامنا. أيوة شفتها؟ إيه؟ تقريبا تمتد من هنا إلين البرج الآن والدوار حق شارع الصناعي، بيبين معنا الحين من الجهة يروح لمه. طبعا هالمنطقة هذه يا أبو عبد الرحمن من عام تقريبا 1277 إلى حدود 1390 كانوا يجلبون الطين من هالمنطقة ذي. كانت منطقة مثل تكون زي المنطقة المنخفضة اللي بها رواسب طينية زي الله يسلمك اللي بالعائلة طمي يعني. أحسنت. أقرب ما له مثل ما تكون العائلة ولا تقول قاع بولان. تمام عليك. بدأوا يجلبون التربة الطينية البناء مساكنهم من هالمنطقة ذي. سوت لنا زي الحفر بالمنطقة ذي. أذكرها أنا يا أبو عبد الرحمن كانت عبارة عن مجموعة من الحفر تمتد تقريبا نص كيلو و 400 متر كذا. 400 متر كذا. أغلب ما به كانت الجفر يا أبو عبد الرحمن بقاعة أذكر به ما. وادي الفاجر الفرعي ده. فرعي. الرئيسي هذا هو. الرئيسي الفرعي مشى بالقرن الماضي تقريبا مرة واحدة بس. ما مشى غيره لسنة الغرقية. أبو إبراهيم. نعم. بكتابك تكلمت عن وجود جثة، حتى يوم بعد ذكرت لنا. الله صحيح. وتساءلنا عنها، قلت بنقف على الموقع أبو إبراهيم. الله يبيض وجهك. ايش موضوع الجثة ذي؟ احنا قلنا طين يا أبو عبد الرحمن قبل عام 1277 كانوا يجلبون الطين ترى من شارع خبيب يبنون بيوت. عجيب. نعم. بعد ذلك من عام 1277 بدأوا يجلبونه من جفر الحمد. جفر الحمد. الله نعم. بعد ذلك اثناء جلبهم للطين بدأوا يحصلون على اطراف جفر الحمد مقابر. لكن الشيء المثير للانتباه حقيقه وهم يحفرون حصلوا جثه سبحان الله على ما هي بعليه. عجيب. ما تحللت. سبحان الله. شفت الله يسلمك الجسم متكامل ما تحلل منه شيء نبت. ما عدا الكفن يقولون لا منك لمست وبديت تفتت مثل فتيلة التريكة الأول. سبحان الله. من الأشخاص اللي وقفوا عليه حصير اللي هو مساعد مدير التعليم. وش يقولون جاء لما الجثة وحاول انه يسحب شعره منه يبي يقطعه، يقول لقيتها ثابتة. لا اله الا الله. يقول ذو جمة مخضبة بالحناء. سبحان الله. اللي هي الجمة وش يا ابو عبد الرحمن؟ مجموعة الشعر. احسنت. اللي تكون بالمقدمة تنزل من حدود الاذنين الى الكتف. الله نعم. ايضا الوصف الثاني يقول الكحل تكحل موجود. سبحان الله. شكله حنطي. الشيخ عبود الله يغفر له يقول اللي جيت كان ما هو موجود ببريده باثناء الحدث. ايوه. يقول جيت لما القبر، يقول ودخلت يدي بالقبر ولقيت رائحتها طيبه. لا اله الا الله. يقول سبحان الله. يقول لقيت فيه سدر. الصفه الثانيه مهمه ذي. يقول حفر القبر بآلة غير الآلة التي يحفر فيها القبور. يعني احنا على وقتنا 1390 بل تهزمه والمسحات عتله. فاروع. انا كنت مع جماعه المسجد كنا نساعدهم. يقول جيب لنا لبن جيب لنا كذا. تمام عليك. لكن يقول حفر بآلة غير الآلة التي حفر بها القبور. حقيقة عجيبة ويلفت الانتباه. ربما يكون قديم القبر. الصفة الثالثة يقول اللحد وضع عليه حجر. احنا عادتنا ابو بريده كنا نضع لبن. احنا ما يضعون الحجر. فهذا دليل قدم القبر. نعم. والوصف الرابع هالقبر سبحان الله على ما وصفه كبار السن يقول انه عميق وهم يحفرونه ما لقوه قريب من سطح الارض. ابو ابراهيم معرض حديثك تاو يقول ان القبر عميق. ليش الجثه احتفظت بقوامها يعني؟ اول شيء العمق يبدو لي احنا قلنا هذا وادي الفاجره وهو يمشي يجيب معه رواسب طينيه. مع مرور عشرات ومئات السنين يبدو لي انه بدا يرتفع منسوب الطمي حتى انه اصبح القبر عميق. لا اله الا الله. هذا تفسيري والله اعلم. تمام. التفسير الثاني ليش احتفظت الجثه بشكلها العام؟ يبدو لي ان الطبقه هنا طينيه طبعا وانا شاهدتها بعيني عام 1390 حتى انا او 92 حتى نذكرها يعني. هذه التربه الطينيه عازله يا ابو عبد الرحمن فعزلت الضوء وعزلت الحراره فبالتالي يبدو لي اصبحت الجثه على ما هي عليه ما في مؤثرات ما تغير يعني. شكلها سبحان الله حتى نعم ما شاء الله القريب. ابو ابراهيم قبل ننتقل من هالمكان هذا ليش سموه جفر الحمد؟ اول شيء سؤال طب وكلمان يعني جميل. لا ما يحتاج كل يبحث عنه. صحيح.
الناس يسألون من هو هذا. أول شيء قلنا الجفر عبارة عن حفر متشابكة بحوالي نص كيلو، تشوفه انت جفر متشابكات مع بعض. سبحان الله سبحان الله. فلذلك سميت جفر. من هو الحمد؟ هذا يرجع فوزان السابق من الوداعين من الدواسر من أهل أشماس. أبو إبراهيم تطرقت بحديثك تو اي نعم. أشماس وأشماس، وين أشماس؟ أشماس هذا سؤال صعب حقيقة. نعم. تحديده بالضبط. تحديده يبي له دقة، ودنا ننتقل للموقع الثاني هنا. تمام عليك. علشان نحدد لك بالضبط مكان أشماس. لأول مرة نصور هالكلام ذا على واقع الأرض. تمام عليك. خلنا ننتقل. يلا بسم الله. وهذه حديقة أشماس، وهذا العلام أبو إبراهيم. أبو إبراهيم وش حدود أشماس؟ شوف يا أبو عبد الرحمن، أسلم. طبعا احنا الآن بنتكلم بحاجة علمية. أسلم. ذكر لوريمر اللي هو الرحالة. الحقيقة مو برحالة، هو أسلم. هو جالس بالخليج العربي. إيه. له دليل الخليج العربي. تمام عليك. لكن كان جالس بالبحرين وجالس الله يسلمك بالبصر وبالكويت. منين تجي هالمعلومات ذي؟ لأن سوالنا كتاب هو. إيه. كانوا هنا الرحالة الإنجليز، طبعا هو بريطاني. إيه. ينقلون المعلومات سواء استخبارات أو رحالة. إيه. تمام. فكانوا يكتبون تقارير وين يودونه. لوريمر جمعها لنا بكتاب، وهو الحقيقة ما طب المنطقة ولا شيء، لكن احنا نستفيد ونستشهد بكلامه. أيوة. طيب وش يقول؟ أسلم. يقول من بريدة. بريدة الآن تكون يمكن يبين معك الجامع، تشوف المنارة تقريبا. منارة الجامع. أيوة. اللي ورا الخلط. يقول من بريدة إلى أشماس هذه إيه؟ ميل. طبعا الميل يختلف. احنا قلنا في ميل عربي اللي هو حوالي كيلوين. أسلم. وفي الميل الهاشمي وفي الميل البحري. تمام عليك. لما يذكر لوريمر البريطاني يقول لك ميل، معناته كيلو و600 متر. شوف الآن المسافة ما بين بريدة لو احتسبناها طبعا من مركز بريدة يطلع لنا المنطقة دي تقريبا كيلو 600 متر. ميل يقابل الله ميل. الله. لكن لازم نتنبه شغلة معينة. أسلم. قد يكون انه قايس مثلا على سور بريدة اللي هو على وقت بن مهنا. أيه. وين سور بريدة على وقت بن مهنا؟ أسلم. تقريبا عن تقاطع الوحدة مع الصناعة 120 متر وانت رايح لبريدة. تمام. للجامع. تمام. لكن قد يكون انه على وقت حجلان بن حمد وين سوره؟ أيه. تقريبا شفت الله يسلمك اسقوطات. ايوه ايوه. تمام. شارع اسقوطات. شارع خزان. ايوه. أيه. اللي عليه الخزان. الخزان كان تقريبا بالركن. هذا الشارع لو قاس منه الى هالمنطقه هذه منطقه أشماس. احنا قلنا الان من بريده اللي شاهد الان المناره حقت الجامع. تعال عندي من هنا عشان تبين معك. شفتها؟ ناظره المناره اللي قدام الخلا دي. الله الله. ايه ورا الخلا. ايه. لوريمر يقول من بريده الى أشماس ميل، يعني كيلو 600 متر، معناته هذا الموقع. تمام عليك. قلنا هذه اللي هي جفر الحمد، الواحد من اهل أشماس اللي هو حمد من الوداعين. الله الله. طيب نجي عاد التحديد الثاني. وش يقول بيت الشعر؟ يقول لي ديرة عنها الموازين زبله، ما قال غرب. ايوه. زبله. شفت معي؟ إيه. يقول لي ديرة عنها الموازين زبله. زبله. وشرقيه المرقب. ومجرى الفواجر اللي هو مجرى الفواجر اللي هو الفاجر. هذه الاستشهاد بالشعر ذا خلاص ما يحتاج. لديرة عنها الموازين زبله. زبله. شرجيه المرقب. المرقب. ومجرى الفواجر هذا هو اللي الله عليك يا ابو ابراهيم. هذا تحديده. خلاص وصف ما في كلام. فلذلك نقول هذه هي أشماس الان اللي حنا بها الان أشماس. والبيوت ذي القديمه اللي الناس تقول أشماس. ايه؟ هذه نقول عنها مزارع أشماس. لانه ايش يقول هو؟ ايه؟ يقول عنها الموازين زبله، يعني جنوب الغرب. ما قال غرب. تمام عليك. فلذلك المنطقه اللي يسمونها الان في الوقت الحالي أشماس. أيوة. نقول هذه مزارع أشماس. مزارع أشماس. وهذه أشماس الحقيقيه. الله الله. ايه؟ اي نعم. ابو ابراهيم في زعم انه في ناس زعلوا من أشماس. اي. وطلعوا بظل المرقب حق أشماس. وهم اللي اسسوا بريده ولا وش ابو ابراهيم؟ هذا الكلام نعم متداول. هل حقيقة؟ لا انا بالنسبه لي اعترض نهائي على الكلام. عجيب. ليش؟ اول شيء وش تقول المقوله؟ ايه؟ يقول لك ناس مغاضبين من اهل أشماس طلعوا من الوداعين. ايوه. طيب لما يطلعون هل من المعقول انهم ينزلون بجنب البرج حقهم؟ يطلعون مكان بعيد اذا كانوا مغاضبين. ايوه. اي نعم. ايضا نجي للنقطه الثانيه. يقول لك بظل مرقب أشماس، هذا المرقب ايه؟ ظله فصل الشتاء العصر، معناته هالظل العصر وين بيتوجه؟ يبي يصير باتجاه ذا. تمام عليك. شمال شرقي. احسنت. واللي قدامنا هذه وش هي؟ جفر الحمد قلنا طين. ايه. هل من المعقول انهم بيسكنون بطين؟ لا هم طيب تحديدهم وين قالوا هم؟ ايه؟ قالوا تحديدهم
عند الله يسلمك تقاطع التغيره مع شرع الصناعه جلسوا اللي اسسوا بريده الاول. تمام. انا اقول هذا يتعارض مع بدايه القصه. انتم تقولون لنا انه بظل المرقب العصر في فصل الشتاء وسكنوا بالتغيره، ما تجي هذه لان الظل هنا وسكنهم هنا بالتغيره. صح، فرق يمين يسار. صح، تفنيد هذا. طيب تفنيد. الشغله الثانيه والمهمه امراء بريده معروف من اللي هو الدريبي من تميم. طيب يفترض انه لما يطلعون الجماعه مثلا من الدواسر يصير يميرهم دوسري. النقطه الخامسه والرابعه اللي انا استشهد بها وهذه قويه، ذكر لنا مقبل الذكير وايضا الشيخ الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا ابن عيسى. وش يقول؟ يقول ان بريده اشتراها الدريبي من ابن هذال اللي هو عنزي عام 980 للهجره. فلذلك لما نجد عندنا نص مكتوب مؤرخ هل نرجع للي يقولون ولا نرجع للكتب المؤرخه؟ احنا نستشهد بالكتب القديمه ونوثقه. ايضا في حادثه عام 1156 للهجره قام مجموعه من اهل الشماس من المنطقه دي وغزوا بريده هم ورئيس عليزه ومجموعه من الاعراب، دخلوا على جنوب بريده وهجموا وانهبوا بعض الاشياء من بريده. هذه الحادثه مذكوره بكتب التاريخ. تمام. وش دليله هذا؟ كان يقول لك ناس من الوداعين حاربوا ناس من الوداعين، لكن الواضح جدا انهم اهل الشماس ورئيس عنيزه اجتمعوا وانهبوا جنوب بريده. تفنيد منطقي. من اللي ردهم طلع على الدريبي واستطاع انه يسترد ما تم نهبه. تمام. ابو ابراهيم، بما ان شماس نعم بلده عريقه وله يعني له تاريخ متجذر، احسنت. اي مقبره هو بريده؟ شوف معليش نكون منصفين. انا من بريده لكن حتى نكون منصفين تقريبا بالقرن التاسع والعاشر والحادي عشر الشماس أكبر. عجيب. نعم. حتى تاريخ ليش أكبر مثل ما قلنا لك هي الآن أبيات الشعر وضحت لنا. أيضا في شيء مهم جدا، في عندنا الله يسلمك شفت الشارع ذا لما مسكته قبل الدوار بتجيك مقبرة، هذه من مقابر الشماس. في بعضهم تذكر الله يسلمك العبيده يوم اللي ذكر لنا ابو عبد الله يقول ان ابوي شاهد ان مدفونه بنتهم بهالمقبره دي. هي الاصل للشماس تمام. لكن ما يمنع انه صارت مقبره واعيد استخدامه في وقتنا الحالي. تمام. ما يمنع. نعم. فلذلك هي نقول هذه مقبره للشماس اللي هي قبل الدوار عند سواق الغد. تمام عليك. زين. وفيه مقبره ثانيه شفت جفر الحمد. الله. شمال جفر الحمد بنص كيلو. هالمقابر ذي تحدد لنا حدود الشماس. الله. ايضا في مقبره شفت شارع قناه ابو عبد الرحمن تقريبا عنا حول نص كيلو من هنا. تمام. هذه اللي بشارع قناه مقبره رقم 3. في عندنا ايضا مقبرتين شفت الله يسلمك، هذا شارع الصناعه وهذا شارع الوحده. الله. لما يتقاطع شارع الوحده مع الصناعه فيه مقبرتين. بعض المؤرخين يقولون هذه اللي طلعوا من اهل الشماس هذه انشأوا بريده الاولى وكذا. انا بالنسبه لي لا. ارى ان هالمقبرتين هذول تبع اهل الشماس. لان الشماس كله شوف الان لو حسبته تقريبا طوله بحدود يجي له كيلو ونص بكيلو ونص. مساحه ما بسهله. غرب وين تمتد؟ تمتد الى نفود القويع. الحين بنطلع بعد شوي ونقف عنده حتى تضح الصوره. نرقى فوق النفود وتبين لك مساحه الكبر اللي هي الشماس. فالشماس بلا شك وانا من هالبريده ولا يزعلون عليه البريده. الحق وحق ينطق به. الشماس الى عام 1156 تقريبا قوته متعادله مع بريده، واستطاع مثل ما قلنا الدريبي بعد هذا التاريخ بدات بريده تتفوق على الشماس. ايضا كانوا يقولون يجدون هنا فخار مزجج من جهه واحده على ما ذكرنا كبار السن. هذول كلهم لو تمكنا منهن قدرنا اننا نحصل على تاريخ معين. وابراهيم كل ذي شماس ما شاء الله. اي نعم. هذه المقبره اللي اقول لك شوف هذه المقبره الان اللي عن المرقب تقريبا حدود نص كيلو. شفتها هذه المقبره، هذه احدى المقابر لهم. اي نعم. وهذا شارع قناه الان. الحين ترى مكتوب بالاحياء ان هذا القويع من هالقناه وغرب القويع. وهو لا الحين على حسب كلامي هذا يدخل تبع الشماس. اي نعم. الجهه الغربيه ذي تبع الشماس. لكن مخططات البلديه احنا ما حد يجي يصحح لي يقول يا اخ كذا ولا يدخل بجوجل. احنا نطبق ما ورد بكتب التاريخ وايضا ما ورد بالشعر على واقع الارض. تمام عليك. يعني احنا ما لنا دخل
بالمسميات الحديثة. وقد تكون شوف البلدية الآن المقسمات وشلون تبي تقسم بنص الحي وكذا، فياخذون عادة من الشارع علشان يسهل عليهم التقسيم. تمام. شفت الشارع الحين من يمين الشارع مخطط بلدية، هذا يسمى القويع. انا تحديدي هذا تبع شماس ترى. ايوه الله ما في كلام، لانه حدهم الى نفوذ القويع. الحين نبي نرقى فوق تشوف نفوذ القويع. شفت ثلاث الدات تبع شماس. زين. وشوف نفوذ القويع يمكن يبين معك الحين. يمين شفتوه في قويعين على فكره، قويع تحتي. وشوف المقبره اللي تكلمت عنها، شفت العماره ذي؟ هذه المقبره اللي بعدها هذه بيسلمك مقبره شماس. شوف هذه شفتها؟ الله واضحه. وحدهم النفوذ، يعني منطقة كبيرة. هذا دليل ان شماس ما شاء الله تبارك الله اخذ ديره. اللي نمشي بها الان هذه مزارع شماس. اللي الناس تقول هذا شماس، هذه الحقيقة مزارع شماس. وش يقول بيت الشعر؟ يقول لي ديرة عنها الموازين زبلة. حنا الان زبلة. تمام. الموازين المقصود بها البساتين، هذه بساتين ما شاء الله. وشوف الان هذا النفوذ، هذا الحين هذه قدامنا، شفت هذا حدهم. الله شفتوه؟ وشوف يمين، التفت يمين. الله اكبر. واضح. هذا نقول عنه القويع، هذا حد شماس ترى. ما شاء الله. شفت؟ اسلم. طبعا مثل ما قلنا احنا مخطط بلديه، يقولون لك هذا القويع، احنا نقول من النفوذ ويسار قويع، هذا القويع، ومن النفوذ وشرق هذا نقول عنه شماس. تمام عليك. اي نعم. الحين بشوفنا زاويه تكون واضحه شوي عشان نقدر نصور منها يا ابو عبد الرحمن، تتضح الصوره زين. ابو ابراهيم وين حدود شماس؟ هذا الحين قلنا الحد الغربي. الحد الغربي. اي نعم. هذا نفوذ القويع تمام من جهه الغرب. هذا حده الحين. شفت النفوذ امتداده؟ يمتد من هنا. وشوف المرقب، ما ادري عندك المرقبه اللي بالدوار؟ واضح. يسار شوي. مو المرقبه الثانيه واضح. يعني من هنا الى المرقب 900 متر تقريبا. تمام عليك. وشفت البلديه حق بريده شفر الحمد تبع شماس. شفت الان من هنا للمبنى حق البلديه كله شماس ذا. لو قست تقريبا من هنا للمرقب 900 متر، ونحط مع جفر الحمد حول 400 و500 متر. تمام. يعني حول كيلو ونص. يعني الله سهله. الله. وشوف عندك يمين يوم يحدد لوريمر يقول من بريده، شوف بريده اللي هو الجامع شفتها؟ الله المناير. يقول ميل منها المناير ذي الى الله يسلمك المرقب او البلديه. تشوف هذه يقول ميل يعني كيلو 600 متر. طلع المتر ومتر تلقاه نفس المسافه. مزبوط. يا سلام عليك. طيب هالمناطق ذي اللي انا اشير لها الان كلها هذه، والمقبره احنا قلنا لك يسار بذا. هذه تعتبر المناطق السكنى لهم. هذا السكن مو بالمزارع. المزارع تصير هناك بالمنطقه دي جنوب الغرب. تمام عليك. الى حد الله يسلمك المقابر اللي بشارع الوحده. المقابر ترى مقبره الوحده جاء شارع الوحده وقسمها للمقبرتين. الله. وهي مثل ما قلنا لك تبع الشماس. ايضا في مناسبه شفت التغيره يا ابو عبد الرحمن واضح ورا البلديه. تمام واضح. شوف شو يقول الشيخ ابن عبيد. اسلم. ذكر بعام 1360 للهجره. يقولوا فيها خرج صاحب الجلاله الملك عبد العزيز. هذا الملك عبد العزيز قام يخاطب لهم. يقول وإن الدنيا مآلها إلى الفناء ويكفينا سكان هذه البقاع، ويشير إلى جهة الغرب. الآن شوف الحين، تخيل أنت بالنفوذ ذا اللي قدامك وتشير بجهة الغرب، معناته جهة الغرب اللي هي أشماس بالضبط. لأنه كان الملك عبد العزيز يعظ الناس يقول شوفوا الحين هالبيوت ذي خاوية. وهذا مثال. يقول الدنيا مآلها إلى الزوال. ثم بعد ذلك يشير إلى الغرب. لما تكون أنت هناك بالنفوذ، شوفوها اللي وراء البلدية. الله. هذاك نفوذ تغيره، وأيضا النازية. زين. لما تكون أنت بالنفوذ هذا اللي هو مكان الملك عبد العزيز ويشير بإصبعه باتجاه الغرب، معناته هذه. الله. تمام. هذا تحديد. واضح جدا. احنا دائما نفرق بالكلمات بين كلمة غرب وبين كلمة زبلة. الله ما شاء الله عنها الموازين زبلة. الله ما شاء الله عليكم ابراهيم. الحين قلنا الحد الفاصل بين القويع وبين الشماس. تمام عليك. شوف الحين عندي من الجهة ذي هذه الحين نقول عنها القويع. حدود الشماس على فكرة نعتبره هذا أول فيلم علمي يتحدث عن الشماس هو اللي صورناه اليوم. تمام عليك. يعني أول فيلم أيضا يتحدث عن جفر الحمد. عن القبر. يا الله قصة القبر دي يا اخي جنقع شريره، وما تقول انت كله ما جو شيء. والله اني تقعشر جلدي. ابو عبد الرحمن انا ملاحظ القصص. احنا اليوم سوينا كل حلقتنا
عشق القصه. هذا حتى المتابعين ينبسطون على انت القصه. تقول لي وراك مسكت منبهر. ما شاء الله ما شاء الله ابو ابراهيم. ما شاء الله. حلقه جميله جدا. الله يوفقك. واللي يزيد جمال ان اول ماده علميه تطرح معك يا بعد. الله يسعدك. الله يسعدك. موفق الخير ابو ابراهيم. الله يسلمك. ابو ابراهيم وانت بيبنا الان ابو عبد الرحمن. ايه شوف تقريبا هنا هذه حدود اشماس، يعني من خلف السياره هذا كله تبع اشماس، هذا شعر الوحده. زين. الله الله. نبي ننزل يسار. ايه بتجينا مقبرتين، هذه اللي هم يقولون انهم بريده الاساسيه طلعت من اشماس وانشات مدينه بريده الاولى. طبعا انا ما اتفق معهم. إيه؟ اقول هالمقبرتين ذولي تبع اشماس. تمام عليك. ممتاز. تمام. شوف الان هذا شعر الوحده. شارع وحده. الله الله. يسارنا كله شماس. ايه اعتبره تقريبا يعني انه هذا الحد الفاصل البلدة الشماس القديمة. ايوه. المعنى تاريخية، تاريخ قديم. إيه؟ اكبر كانت واغنى من بريدة بالمناسبة. اي نعم. شوف الان بيجي مقابرهم ثنتين. ايه بيجي قدام، وعلى فكرة بيجينا بعد وادي الفاجرة. شوفنا نزلنا الحين من ايه. هنا. الله الله. اللي قدامك النزلة دي هذا وادي الفاجرة، بس تراه نقول عنه فرع وليس الرئيسي. ايوه. المجرى الرئيسي اللي بشعر خبير. تمام. الفرع الان شوفوا الان تحت الاشاره. ايه تقريبا عند هنا تجي العجيبه هنا. ايه فالمنخفض هذا هو مجرى الفاجره. تمام عليك. نار. هذه مقبره وهذا شارع الوحده. ايوه. واللي قدامنا شارع الصناعه. تمام عليك. هذه مقبره كانت واحده. الله الله. جاء شارع الوحده وقسمها نصين. شفت يا ابو عبد الرحمن؟ نعم. هذا نعتبره كله تبع مقبره اشماس. بعض الباحثين يقولون هذه المقبره كانت تبع بريده الاولى اللي طالعين او مغاضبين من اشماس. ايوه. انا ارى رايي الشخصي ان هذه تبع اشماس، وهالمنطقه المنخفضه اللي شفاه ناظي صار من هنا. الله الله. هذا مجرى وادي الفاجره من هنا. ولا مشى الوادي على فكره. إيه؟ من هالمقابر الين تروح لما المرقب حق اشماس. اسلم. سبحان الله. يقول لك يطلع عظام ويطلع مقابر ومواقع اثريه بهالمنطقه دي. لكن ترى هذا نقول عنه المجرى الفرعي يمشي يمكن بالقرن مره بس. يعني اخر مره مشى اللي هي سنه الغرق من هنا. هذا شارع صناعه. هذه نعم. شوفوا الان حول اربعه اسوار خلفنا يا ابو عبد الرحمن. ما شاء الله. الحين قدامنا نبي نذهب ان شاء الله الى مرقب اشماس. شوف هذا كله الجهه اليسرى كلها اشماس. تقول ابو ابراهيم هذا وشو؟ هذا الحين مجسم ترى. المرقب هذاك هو الإحسان اللي بالحديقة. يا سلام عليك يا بعد عليك. هذا شوفوا أيوة يسارك. واضح. هذا المرقب. واللي قدامنا هذه جفر الحمد.